جاهزين؟ يلا خلينا نبلش. تبون تعرفون شلون يصير الواحد قاتل متسلسل او شو اللي يخليه يصير قاتل متسلسل بسهولة؟ اللي يقتلون الناس مع سبق الاصرار والترصد. بالبداية يكونون خايفين لانها اول مرة، وبعدها يتعودون يصير عادي عندهم. في ناس راح يقولوا لي زين الضمير وين راح؟ انا اقول لك لا تحاتي، لا تخاف. بالنسبة حق ضميرك هم راح يتعود، هم راح يصير عادي عنده. نفس اللي ياخذ رشوة، اول مرة ضميره يأنبه، ثاني مرة هم ضميره يأنبه بس بشكل أقل، وكل ما يكرر العملية يصير الموضوع عادي، يتعود على هالشيء. ونفس اللي يرتكب أي معصية، أول مرة يحس إنه سوى شيء غلط، بعدها تصير هالمعصية عنده عادة، أصلاً بعدها ما راح يهتم ولا يفكر بهالشيء، يصير هالشيء عادي عنده، يمكن يدافع عنه بعد. وموضوع القتل متشابه حق كل اللي قلته، والشيء الوحيد اللي راح تفقده بهالعملية، عملية القتل، هي إنسانيتك. هذا الشيء الوحيد اللي راح تفقده، راح تتحول من إنسان لوحش بشري. بس قبلها لنشرب قليلا من الماء المنعش. الحمد لله ونبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي بنتكلم عنهم اليوم قصتنا هم وحوش بشرية، ريال ومرة عشاق يحبون بعض، لكن بدال لا يجمعهم الحب جمعهم القتل. أدري أن المقدمة طالت، بس كان لازم أني أوضح لكم هالشيء، فتعالوا الحين معاي قبل لا أفلص خلينا نشوف شنو صار بقصتنا. تخيلوا اليوم أنا ما راح أعرفكم على المجرمين بالبداية ولا عن حياتهم، أنا اليوم راح أعرفكم على ضحيتهم الأولى، وببدي معاكم بقصتنا اللي صارت بإنجلترا بفترة الستينات. في اثنين، واحد وحبيبته عفسوا الدنيا هناك عندهم، كانوا قتلة متسلسلين ميانين مو طبيعيين، وحالهم مثل حال أي قاتل متسلسل، كونه أصلا متعود على القتل أو عنده النية بالقتل. مشكلته مو إنه شلون يقتل، لأنه خلاص عنده النية أو متعود على القتل. المشكلة الأولى اللي كانت عندهم مو انهم شلون يقتلون، كانت منو راح يقتلون. يقول لك اول شيء احنا محتاجين ضحية، وثاني شيء لازم تكون عندنا خطة شلون نستدرج هالضحية ونجيبها لعندنا. والقتلة المتسلسلين رغم ان اغلبهم مرضى نفسيا وعقليا، الا انهم عباقرة بالتخطيط حق جرائمهم، افكارهم عجيبة. وبناء على هالشيء قرر ايان برادي انه ينفذ جريمته الاولى، وكان اساسا مخطط لها بدقة، ماكو شيء طايفة. وايان هذا أساساً كان مهووس بفكرة الجريمة الكاملة، إنه يسوي جريمة كاملة ما ينصاد وما حد يدري عنه. كان دائماً يفكر بالجريمة المثالية، وقعد أكثر من شهر يخطط حق هالجريمة، وخذ منه وقت وجهد، خصوصاً بتهيئة حبيبته اللي اسمها مايرا هندلي. خذ الموضوع منه وقت علشان يهيئها عقلياً إنها تساعده بجرائمه، وعلشان تتقبل أفكاره المنحرفة، وعلشان تكون هي الطعم اللي يصيد فيه ضحايا. يعني هم هيئها وهم كان يبي يستغلها، بيخليها ايه الطعم اللي يصيد فيه ضحايا. قال مرة واحدة تساعدني واستفيد منها. وبتاريخ 12 يوليو سنة 1963 قرر ايان بانها اليوم راح انفذ فيه جريمتي. ومع ان الخطة فكر فيها وايد، الا انها كانت وايد بسيطة، سمبل. يا جماعة انا بالانجليزي نار، لا حد يقرب صوبي. كان عندهم شاحنة صغيرة، قال حق مايرا انت تسوقين الشاحنة وتفترين فيها بمدينة مانشستر، وهو كان عنده دراجة نارية ويكون لاحقها بدراجته النارية. وأول ما يشوفون الضحية المناسبة وهو يترك لها أو يكبس لها بليت السيكل، يعطيها إشارة علشان توقف الشاحنة عند الضحية، بعدها تستدرجها وتخليها تصعد معها. الكلام حلو الكلام. فبهاليوم بالليل اطلعوا هم الاثنين وقاموا يفترون بشوارع مانشستر، يفترون بالشوارع الفقيرة اللي كانوا عايشين فيها العمال، الناس الفقارة اللي على قد حالهم. اصلا اللي يدش هالشارع يدري ان اللي فيه كلهم فقارة من شكل بيوتهم. فهم كانوا قاعدين يتمشون يدورون ضحيتهم، ما طولوا على طول لقوا لهم بنت صغيرة كانت قاعد تمشي بروحها على الرصيف. فعلى طول ايان عطاها اشارة، عطى حق مايرا اشارة، قال لها هذه هي. لكن مايرا كملت طريقها ما وقفت. فراح لها ايان على طول قال لها يا حمارة ليش ما وقفتي؟ احنا على شنو متفقين؟ فقالت له ما قدرت، البنت اعرفها، جارة بيت امي، شلون اوقف؟ خبل انت. وهني فشلت خطتهم، لكن فشل المحاولة الاولى ما خلاهم يتراجعون، لا كملوا. فراحوا يدوروا لهم على فريسة ثانية.
وهم قاعدين يتمشون المحوا بنت ثانية قاعد تمشي بروحها، فأعطاها أيان الإشارة مرة ثانية. وهالمرة مايرا وقفت سيارتها عند البنت. كان اسمها بولين ريد وعمرها 16 سنة، وهي واحدة من صديقات أخت مايرا الصغيرة واللي كان اسمها مورين. البنية كانت بنايت كلب وكانت رايحة بيتهم. فلما وقفت عندها مايرا وقالت لها تعالي ركبي خل أوصلك، على طول البنت ركبت لأنها تعرفها مو هي أخت صديقتها. فالبنت وثقت فيها وركبت على طول. وأول ما حركت مايرا بالسيارة هني سوت نفسها حزينة، سوت نفسها متضايقة. قالت في عندي دس أو قفاز ضيعته الصبح، ضاع مني ما أدري وينه. كنت قاعدة أتمشى عند مستنقع معروف هناك عندهم اسمه سادل وورث، وطاح مني وضاع، ما أدري شلون ضيعته. أنا حمارة. أنت حمارة. فالبنت هذه بولين قالت حق مايرا أفا عليك، أنا أساعدك، وإذا تبين نروح هناك علشان ندوره أنا أجي معك. ترى أنا مو مستعجلة، أنا أساسا طالع من نايت كلب وبروح البيت، ما عندي شيء. امشي خل نروح مع بعض، خل ندور تسوسك أو قفازك اللي ضايع. مستنقع سادل وورث هذا مكانه على أطراف مانشستر، شكله كئيب، عبارة عن تلال ومنحدرات صخرية في بحيرات صغيرة ومستنقعات، يعني منتزه خايس. لكن هالمكان هذا كان المفضل عند أيان ومايرا، كانوا يحبون يروحون هناك مع بعض، كانوا يحبون التصوير فكانوا يروحون هناك علشان يصورون. يعني الحين مسوين فوتو سيشن يا جماعة بالإنجليزي نار، صدقوني ايش رايكم فيني؟ فيعني مو غريب عليهم انهم يحبون هالمكان لأنه يشابههم، كئيب يضيق الخلق، بارد وقاسي، يعني عادي يحبونه. المهم مايرا وبولين راحوا حق هالمنتزه علشان يدورون دس أو قفاز مايرا نفس ما هي قصت عليها وقالت لها. وأول ما وصلوا بالشاحنة هناك فجأة طلع لهم أيان وصل بسيكله. فقالت مايرا حق بولين إن هذا ماي بوي فريند، هذا حبيبي، حبتك القرادة أنت وياه. وقالت إني أنا كنت مكلمته من قبل علشان نلتقي هني ويدور معنا القفاز. انزين شو اللي صار بعد ما وصلوا؟ هني تختلف الرواية. بحسب كلام مايرا تقول إن بولين راحت مع أيان علشان يدورون على القفاز، وهي ظلت ناطرتهم بالشاحنة. وبعد نص ساعة وصل أيان وهو معرق وخايف، وطلب منها إنها تلحقه بعد ما أخذ الشبل من السيارة. هذا الشبل اللي يحفرون فيه، أخذه من السيارة وقال حق مايرا لحقين. فمشوا مع بعض لداخل المنتزه لغاية ما وصلوا لمكان، وهناك شافت مايرا جثة بولين، كانت على الأرض رايحة وما تتحرك، وكانت منحورة بالسكين، وكان واضح من ملابسها انها تعرضت للاغتصاب. فهني ايان اخذ الشبل وحفر حفرة وقط فيها بولين ودفنها، وبعدها رجعوا عند الشاحنة. ايان شال سيكله او دراجته النارية حطها داخل الشاحنة، وبعدها رجعوا مرة ثانية للمدينة. هذا كلام مايرا. اما ايان شي يقول؟ ايان يقول ان مايرا كانت معاه بمسرح الجريمة، وهي اساسا اللي ثبتت البنت ونزعت ملابسها، واثنيناتهم اغتصبوها. وأساسا مايرا كانت مستمتعة أكثر منه، وأصلا بولين كانت قاعدة تترجاها أنها تتركها، وهي تعرفها عدل. ومو بس كذي، قال إن مايرا هي اللي أجبرتني أقتل بولين، لأني بعد ما عرفت إن هي تعرفها وإن هي صديقة أختها أنا ترددت بإني أقتلها. وايد ضايقت حتى إني صكيت مايرا كف، لأن كان من أهم شروط الجريمة الكاملة إن ما يكون في أي صلة بين القاتل والمقتول، ما يكون في سابق معرفة بين القاتل والضحية. هالشيء كان وايد مهم عندي. فلما عرفت عصبت. يقول بهالأثناء بولين قامت وخذت ملابسها علشان تلبسهم، وكانت قاعدة تبكي وتترجانا ان احنا ما نأذيها. ولما حست مايرا باني ترددت وباني يمكن اخلي البنت تمشي وتروح بحال سبيلها، قامت مايرا خذت السكين وهاجمتها، وعلى طول طعنتها بالسكين. بعدها قامت تطقها لغاية ما صار وجهها كله دم. هني شفت خلاص انه ماكو فايدة، البنت مطعونة ومطقوقة، فقلت لازم انا اخلص الموضوع. فاخذت منها السكين ونحرتها على طول. كان لازم اني اخلص الموضوع. انت المفروض تنحر الثانية، خرى عليك وعليها. زين والله انا بالنسبة لي احس ان رواية ايان هي الاقرب، هي الصح. مايرا مبين عليها انها كذابة، يعني مو معقولة تروح مع ايان لهناك للمنتزه او المستنقع وتخليه يروح بروحه مع بولين، لان هي اساسا صاحبة القفاز الضايع، يعني لازم هي اول واحدة تدور معاهم. او يلا امشوا معايا دليكم وين كنت قاعدة امشي، هناك كنت رايحة قاعد امشي هالصوب. بالعقل يعني احس انها قاعدة تكذب. ما ادري انتم ايش رايكم؟ لا ما خلصت القصة، بنكمل، تونا بادين اصلا، تونا قاعد نقول يا هادي. فهذه كانت جريمتهم الاولى، وبعدها جات الجريمة الثانية والثالثة والرابعة. لكن قبل لا اكمل لكم جرايمهم، تعالوا الحين خل اعرفكم عليهم. وانا ادري دخلت فيكم شي على طول
القصة؟ قلت علشان أجذبكم. إيش رايكم فيني؟ شاطر صح؟ أدري. زين منو هو أيان برادي؟ منو هذا؟ أيان برادي من مواليد 1938 وانولد بمنطقة فقيرة بمدينة غلاسكو الاسكتلندية. أمه اسمها مارغريت بيجي وكانت تشتغل قرصون بمقهى. أما أبوه فأمه قالت له أنه هو كان صحفي ومات قبل ولادته ب3 أشهر، لكن ماكو شيء يأكد كلامه. فأيان طول عمره طول حياته ما كان يدري من أبوه الحقيقي. مارغريت هذه أم أيان كانت ظروفها وايد صعبة. بسبة شنو؟ بسبة نظرة المجتمع الدونية بذاك الوقت للأمهات العازبات، السنجل ماذرز اللي عندهم عيال بس هم مو متزوجين. هم الحين كل شيء عادي عندهم، بس قبل لا ما كان عادي. المهم ما علينا، ما لنا شغل فيهم. بسبة أن نظرة المجتمع بذاك الوقت حق الأمهات العازبات دونية وما كانوا يحبونهم وما حد يعطيهم وي، فاضطرت أنها تحط ولدها أيان عند عائلة ثانية. هناك عندهم في وايد أسر ياخذون اليهال الأيتام، اللقطة، الفقارة ويحطونهم عندهم ويرعونهم. وكانت أسرة الزوجين ماري وجون سلون ما أدري، هم عائلتهم اسمها سلون، هي واحدة من هالأسر هذه. احتضنوا أيان وربوه عندهم كنا واحد من عيالهم. ومو عبالكم إنهم وايد أغنياء يعني خذوه ربوه، لا كانوا أسرة متوسطة الحال على قد حالهم، لكن كانوا رحيمين. وأصلا عندهم 4 أطفال، يعني مو إنه ما عندهم عيال وخذوه، لا عندهم 4 أطفال وحالتهم متوسطة، فخذوا أيان وربوه عندهم مع عيالهم وكنا واحد من عيالهم. وأمه هذه بيجي ما تخلت عنه بالمرة، كانت تزوره بين فترة وفترة، إلا أن أيان ما عرف أن هذه أمه إلا لما صار عمره 12 سنة. من يوم ما كان صغير أيان كان طفل غريب الأطوار، كان غريب، يحب الوحدة، كله قاعد بروحه منعزل. وباعترافه هو قال مع أن عائلة سلون عطتني كل شيء واهتموا فيني، إلا أني كنت طفل مو مضبوط، مزاجي عصبي، كنت أعصب لأتفه الأسباب، أصرخ وطق راسي بالطوفة. مينون هذا. وبالرغم من أنه كان ذكي إلا أنه كان خامل بالمدرسة، زملائه ما كانوا يحبونه ولا مدرسينه، وما كان يتبع قوانين المدرسة، كان يسوي اللي بمزاجه. ومن هو صغير بينت عليه ميوله العدوانية، كان لما يشوف أي أحد يتعذب يستانس ينبسط. وبعض الجيران اللي عرفوه قالوا إنه كان سادي، كان ياخذ القطاوة القطط يا أما يحرقهم يا أما ياخذهم لمكان عالي ويقطهم من فوق، ياخذ صخر ويلحق الكلاب بالشارع يحذفهم بالصخر، يصيد الطيور والأرانب ويقطع راسهم. كان مينون مو صاحي هذا وهو صغير. ولما صار عمره 13 سنة تم إلقاء القبض عليه بتهمة السطو والسرقة، وهذه كانت المقدمة حق سجل حافل بالإجرام. هذه أول قضية له. أصلا أهل الفريج أو أهل الحي اللي هو عايش فيه كانوا يسمونه دراكولا، لأنه كان يحب يشوف أفلام الرعب. واحد يحب يشوف أفلام رعب ويذبح الطيور ويقطع رؤوس الأرانب ويحرق قطاوة، هذا متخلف مو صاحي. ولما صار عمره أيان 15 سنة ترك المدرسة نهائيا، خلاص ما يبي يدرس. وهني قام يشتغل، واشتغل أكثر من شغلة. مرة اشتغل قرصون بمقهى، ومرة صبي جزار، يعني مساعد جزار، نفس مساعد مهندس بس هذا مساعد جزار. أما على مستوى علاقاته العاطفية بمراهقته كان عنده صديقة أو حبيبة لكنها هدته وخرت عنه. زين ليش هدته؟ الحين أقول لكم. بيوم من الأيام تخانقوا مع بعض، تزاعلوا، يعني البنية حبت تدلع عليه، لكن الخبل خذ سكينة ورفعها بوجهها وهددها انه راح يذبحها اذا شافها قاعد ترقص مع واحد ثاني. البنية حبت تشوفه يغير عليها ولا لا، طلع الرجال غيور. ولما صار عمر أيان 16 سنة وقف قدام المحكمة متهمينه ب9 جرائم. 16 سنة ما بين سرقة وسطو وهواش شجارات، يعني يا بايق يا مسوي سطو مسلح يا متخانق مع الناس. 9 تهم. هني القاضي عطاه خيارين، مو الخيار اللي احنا ناكله، لا خيارين يعني اختيارين، اما انه يوديه السجن او الاصلاحيه او انه يصير خوش ولد يحاول يعدل من سلوكه. قالوا حق المجرم احلف، قال ياكل فرج. اكيد بيختار الخيار الثاني، وطبعا اختار الخيار الثاني انه يعدل من نفسه. فوافق القاضي انه يطلق سراحه بشرط انه يكون تحت رقابه ورعايه امه الحقيقيه مارغريت اللي هدته. قال القاضي خلاص انا بهدك بس امك الحقيقيه هي اللي ترعاك وتدير بالها عليك. وبكذي رجع أيان وراح عاش عند أمه الحقيقية. وهو أصلا ما كان شايفها صاير له كم سنة، لأنها تزوجت واحد يشتغل ببقالة وعنده بقالة اسمه باتريك برادي، وانتقلت معاه لمدينة مانشستر. وهناك بمانشستر أيان أخذ لقب زوج
زوج أمه، يعني الاسم الأخير مال زوج أمه صار باسم أيان، صار اسمه أيان برادي. وهناك بمانشستر ما تغير سلوكه بالمرة، دخل السجن أكثر من مرة وبأكثر من تهمة، لكن بعد ما طلع من السجن آخر مرة أيان تغير في شيء. تفاجأت في أمه أنه دخل أكثر من دورة تعليمية. لا الولد تعدل، دورات تعليمية، دورات مهنية، التزم بدراسته واشتغل بمصنع كيماويات. لا الولد حياته تغيرت. لا ولدي فخر، أنا فخورة فيه. عقب كل هذا عدل من نفسه، لا صار خوش ولد. فالأم هني طمنت على ولدها، ومثل ما قلت لكم أيان تغير. لكن مايرا هندلي، منو مايرا هندلي؟ مايرا هندلي انولدت بضاحية فقيرة من ضواحي مانشستر. أبوها ما كان موجود لما انولدت وما شافته خلال السنوات الثلاث الأولى من حياتها. كان بوب هندلي أبو مايرا جندي بالجيش البريطاني، كان واحد من المظليين بالحرب العالمية الثانية، وكان معروف بين أصدقائه بأنه قوي وكان راسه يابس ما حد يقدر عليه. فلما انتهت الحرب العالمية رجع لأبو البيت، لكن يا ريته ما رجع. بعد ما خلص من الحرب العالمية ومن الجيش هناك صار صعب عليه انه يندمج بالحياة المدنية، واشتغل بأكثر من مهنة لكن ما كان يطلع فلوس، فصار سكير وعنيف، دايما يتهاوش يتخانق، وصار الهواش أصلا والخناق روتين عندهم بالبيت، روتين بهالعائلة، عائلة مايرا. فكان يطق مايرا ويطق أمها، مو راحم ولا حد بالبيت. وكانوا وايد فقارة لدرجة انهم لما يابوا بنتهم الثانية مورين اضطروا انهم يدزون مايرا عند جدتهم علشان تعيش هناك عندها، لانهم ما يقدرون يصرفون على اثنين. وابو مايرا ما مارس العنف على مايرا بس، لا علمها شلون تكون عنيفة، علمها العنف. كان يبي بنتها تكون قوية مثله، ما يبيها تكون ضعيفة. بيوم من الايام لما كان عمر مايرا 8 سنوات رجعت البيت وهي تبكي، فقال لها ابوها، قال لها انت ليش قاعد تبكي؟ ايش فيك؟ فقالت له انه في صبي تعرض لي بالشارع وطقني. فعلى طول الابو فسخ حزامه. عبالكم يروح يطق الصبي صح؟ لا، ما يبي يروح يطق الصبي لانه طق بنته. هدد مايرا بالحزام، قال لها الحزام هذا راح اقطعه على ظهرك اذا ما رجعتي مره ثانيه الشارع وطقيتي هالصبي. طبعا لو هالصبي مهما يطقها ما راح يكون نفس طق ابوها، جندي عسكري مينون هذا. فمايرا المسكينه خافت، رجعت مره ثانيه الشارع ودورت على الصبي، واول ما شافته هجمت عليه وطاحت فيه طق، لعنت خيره طق، طقتها لغايه ما نزف. ومن ذاك اليوم ما حد تجرأ انه يتعرض حق مايرا او اختها الصغيره مورين، الكل يخاف منهم. وتقول مايرا ان الحادثه هذه كانت اول انتصار لي بحياتي، لكنها ما تدري ان بعض الانتصارات بالحياه احيانا تكون خساره، لان بعض الناس يمدح ولده اذا سرق او ضاق، يضحك بوجهه اذا سب او شتم، وفي ناس يفتخرون بعيالهم اذا شافوهم متنمرين او سووا اي شيء غلط. في ناس اذا شافوا عيالهم يشربون خمر يفتخرون فيهم، يقولون ايه ولدي صار ريال. ريال بعينك، مالت عليك اذا هذه الرجوله. المشكله لما يزرعون امور مثل هذه داخل الطفل، انا بعرف يعني شنو تتوقعون راح يطلع هالطفل اذا كبر. وخلنا ناخذ مايرا مثال، شوفوا ابوها شلون علمها وشوفوا شنو راح تصير. لان مايرا ما كانت تسمع المدح من ابوها الا لما تكون عنيفه ومتنمره، يعني صار بعقلها الباطن ان التنمر والعنف راح يجيب لي مدح من ابوي، وبالمستقبل لما تكبر راح يصير عادي عندها انها تقتل علشان ترضي الريال اللي موجود بحياتها. اما بالنسبه حق ابو مايرا، الاباء اللي مثله الميانين، فمجرد ما يكبرون راح يحسون بالندم، على قولتهم راح ينقلب السحر على الساحر، ومثل ما ذوقت الناس انت راح تذوق، والدنيا تدور. بعد كم سنه ابو مايرا حاشته جلطه وبسبتها صار مشلول. تتوقعون مايرا ايش كانت تسوي فيه؟ كانت تطقه وتسبه على ابسط الامور، اي شيء ما يعجبها فيه على طول يا تطقه يا تسبه. يعني احنا نقول هذول ابائنا امهاتنا لازم نراعيهم ندير بالنا عليهم، بس واحد مثل ابو مايرا لا يستاهل اللي صار فيه، لانه هو ما يستحي، وهو اللي علمها تسوي كذي. وبعدها صارت حق مايرا حادثه هي اللي نقدر نقول اثرت بتكوينها النفسي، وهالحادثه كانت موت اعز اصدقائها. كان عمرها 13 سنه ومات اعز اصدقائها وانهارت بالجنازه. الحادثه خلاها تتدين ودائما بالكنيسه، وحاولت انها تعدل من شخصيتها، الا ان بعض الشباب ما خلوها بحالها، ما كانوا شايفينها حلوه، وبعضهم كان شايفها مسترجله. علشان كذي حاولت انها تغير من طريقه لبسها، وقامت تقرا قصص وروايات حب علشان تبين ان هي كيوت، ان هي انثى. لكن رغم ان شكلها من برا تغير، الا ان في شيء بداخلها ما تغير.
في شيء داخلها مو طبيعي. كانت تحب المناظر البشعة، المناظر اللي الناس ما يقدرون يشوفونها هي كانت تحبها. اخذوا عندكم مثال، تدرون هناك في قطارات عندهم وايد تصير عندهم حوادث قطارات، قطار داعم لواحد، قطار طالع من السكة وداعم. فكانت دائما لما تسمع ان في قطار داعم لواحد وقطعه كانت تروح ركض علشان تشوف المنظر تستمتع. او اذا احترق واحد او غرق هي تكون اول الواصلين لمكان الحادث قبل الشرطة حتى. وهم في شيء ميزها عن الباقي بشبابها، انه ما كان عندها القدرة على التعاطف مع الناس، وكانت ممثلة شاطرة تقدر تقص على اي احد، واشتغلت باكثر من وظيفة لكن اغلبها كانت مؤقتة لغاية سنة 1961. هني لقت لها وظيفة دائمة وكانت موظفة على الآلة الطابعة بمعمل كيماويات. وهناك التقت أول مرة بمنو؟ صح كلامكم، هناك التقت أول مرة بأيان برادي واللي كان موظف بنفس المصنع. هني كان لقاء الأشرار. الحلقة الأخيرة في مثل يقول إن شبيه الشيء دائما ينجذب له، وإن النفوس والطبايع اللي تتشابه دائما ينجذبون حق بعض مثل المغناطيس. والانجذاب اللي كان بين أيان ومايرة كان شيء متوقع، عندهم نفس المخ. وأيان قال هالكلام، قال أول ما شفنا بعض كنا في شرارة اشتعلت بيننا، كان هالشيء مو طبيعي. لكن هالشرارة ما اشتعلت على طول، ما شبت على طول. مايرة كانت معجبة بأيان، كانت شخصيتها غامضة وشايف نفسه، فحبت فيها الشيء. وبالرغم منها كانت تواعد أكثر من شخص إلا أن أيان كان عاجبها. هذا أنت تواعدين كم شخص وهم هذا عاجبك؟ شنو أنتي؟ واحد كافي يا بنت الحلال، أي حلال. ورغم منها كانت معجبة فيه وايد إلا أن أيان ما أعطاها ما لقيت تجاوب سريع من أيان. أيان كان مبين لها أنه مو مهتم لها، وهو أساسا ما كان مهتم لها، ولأنه بعد كان خجول وانطوائي. يمكن هالشيء هو اللي ما خلاه يتكلم وياها، وهو أصلا ما كلمها إلا بعد 7 أشهر من أول مرة شافها. بعد ما شافها معاه بالشغل من أول مرة، بعدها ب7 أشهر يلا كلمها. وخذ منه الموضوع سنة كاملة على ما قال لها تعالي خل نروح مع بعض السينما. شوفوا الحب قبل سنة كاملة على ما قال لها امشي خل نروح مع بعض، مو الحين خلوني ساكت بس. وبعد هالموعد كانت مواعيدهم كلها متشابهة، يروحون السينما ويختارون الأفلام، أفلام معينة حق الكبار بس، يا فيها مشاهد دم وذبح يا مشاهد إباحية، مشاهد عيب. بعدها يرجعون لبيت جدة مايرة، هناك يقعدون يشربون خمر مع بعض لين يسكرون، وبعدها يسوون شو اسمه وينامون. وأحيانا كانوا يقرون كتب، لأن أيان كان يحب القراءة وكان يحب يقرأ حق الفلاسفة الكبار، يقرأ قصص وروايات، يقرأ حق شكسبير رواية الجريمة والعقاب مال دوستويفسكي، وكان يقرأ عن النازية والفاشية وكتب ومجلات الجريمة خصوصا اللي فيها تعذيب وسادية. وواحد من أفضل كتابه وأكثر كاتب يحبه هو الماركيز دي ساد. وأتوقع كافي أني أقول لكم إن السادية خذوها من اسمه، من الماركيز دي ساد. هذا يعتبر أفضل كاتب عنده، وما كان يقرأ مثل باقي الناس قراءة سطحية، يعني كذي يقرأ بسرعة وخلاص. ساعات تشوفون واحد يقرأ كتاب يقرأ كذي يبي يخلصه، وبعد ما يخلص الكتاب ينسى كل اللي فيه. لا، أيان كان يتأمل، يفكر، يكتب ملاحظاته، يحط هوامش، يحط خطوط تحت العبارات اللي تعجبه، وبكذي ينطبع اللي قراه بعقله. كان يركز بالقراءة، يستخلص أفكار من الكتب اللي يقراهم. أنا أدري الحين أدري بيني واحد فيكم يقول لي شوف هذه القراءة، شوف القراءة لوين وصلت أيان. لا يا حبيبي، العيب مو بالقراءة، العيب بالشخص نفسه وطريقة تفكيره وطبيعة شخصيته. العيب بهالشيء مو بالقراءة نفسها. الموضوع حال السيارة، ممكن انك تسوق سيارة بتهور وتسبب بحادث. زين الحين العيب فيك ولا بالسيارة؟ قول لي بعد العيب بالسيارة. العيب أكيد فيك، لأن في وايد ناس يسوقون سيايير مستانسين وما يصير فيهم أي شيء، لأنهم يعرفون شلون يسوقون السيارة. ونفس الشيء بالنسبة للقراءة، كل واحد فينا ممكن يقرأ لكن بطريقة علشان يفهم المواضيع، يتجنب الأشياء اللي مو زينة، ما يروح يطبقها. حلو الكلام؟ حلو الكلام. أحب أقول لكم أن عالم أيان هذا، العالم الغريب اللي كله شذوذ بأفكاره طبعا، بسرعة جذب مايرة. فقاموا هم الاثنين يقرون مع بعض، كانوا يقرون حق بعض بصوت عالي ويناقشون الأشياء اللي يقرونها. والموضوع هذا بالنسبة حق مايرة كان كنا عملية غسيل مخ، كنا أيان كان قاعد يعيد برمجة مخ مايرة. تقول مايرة إن أيان خلال كم شهر خلاها تصير ملحدة، أقنعها إن ما في إله. تقول لو قايل لي إن الأرض مسطحة كنت راح أصدقه، وإن القمر مصنوع من الجبن هم كنت راح أصدقه، ولو قايل لي إن الشمس
مستشرق من الغرب هم كنت راح أصدقه. تقول كنت راح أصدقه بأي شيء يقوله. تخيلوا هذه كانت قدرة أيان على الإقناع، كان مو طبيعي. هني لاحظ الكل إن في تغييرات صارت بشخصية مايرا، صارت فوضوية، صبغت شعرها أشقر، لأن من كثر ما كانوا يقرون عن النازية وتفوق الجنس الآري حبت إنها تصير مثلهم. قامت تحط مكياج فاقع، تلبس بوت، جاكيتات جلد، صارت كأنها واحدة من حراس السجون النازية. تغيرت البنت وكلها بسبة هذاك أيان. تذكرون لما قلت لكم إن أيان كان مهووس بفكرة الجريمة الكاملة؟ تدرون ليش كان مهووس بهالفكرة؟ لأنه كان متأثر بكتاب رواية حق كاتب أمريكي اسمه ماير ليفين، والرواية اسمها إكراه. الرواية هذه مقتبسة عن قصة واقعية، أبطالها طلاب جامعة 2 اختطفوا ولد على أساس إنهم بيسوون الجريمة الكاملة، إنه ممكن إن إحنا نخطف ولد ونقتله بدون لا يتم إلقاء القبض علينا أو أي أحد يكتشف هالجريمة. المصيبة أن بهالرواية أبطال الرواية نفسهم اللي كانوا يبون يسوون الجريمة الكاملة تم إلقاء القبض عليهم وانحكموا بالإعدام. يعني ما أدري ما تعلم من الكتاب. وبسنة 1963 بدأ الشغف هذا اللي داخل أيان، الشغف بالقتل، يتحول لرغبة، ورغبة قوية. هني بهالوقت كان أيان خلاص سيطر على عقل مايرا، سيطر عليه بالكامل. كانت تشاركه نفس الحماس بأنهم ينفذون الجريمة مع بعض. كانت تصر على أنها تكون شريكة معاه بالجريمة، مو بس أنها تشوفه وتكون شاهد. وعلشان كذي علمها أيان شلون تسوق سيارة، وجمعوا لهم مبلغ شروا فيه الشاحنة الصغيرة علشان مايرا تسوقها ويستدرجون فيها الضحايا. وخططوا هم الاثنين حق هالجريمة، خططوا لها عدل لدرجة انهم كتبوا 30 صفحة حطوا فيهم كل الشروط اللي لازم يطبقونها ويراعونها بحذافيرها وقت ما هم يبون ينفذون جريمتهم، طبعا علشان لا يتم إلقاء القبض عليهم. يعني كانوا مخططين حق كل شيء. 30 صفحة لو 2000 كتاب أحسن. سووا قصة خلاني أقول، وأنا قاعد أقول قصتهم الحين. إيش فيك فارس؟ خبل أنت. ومن ضمن النقاط اللي حاطينهم إن إذا صار شيء أو فشلت خطتهم وتم إلقاء القبض عليهم ما يسلمون نفسهم، وإنهم راح يقاتلون لغاية ما يموتون، ما يبون يروحون السجن. وبيوم من الأيام كانوا شابين نار كذي وقاعدين، قال أيان حق مايرا إن الحياة عبارة عن لعبة، ومن الأفضل إن الإنسان يعيش فيها نمر على إنه يعيش خروف. بعدها سكت شوي وسأل مايرا سؤال. قال لها مايرا عندك شخص تبينه يموت؟ يعني بداخلك رغبة بأنه يموت، رغبة قوية بأنه يموت؟ فقالت له مايرا إيه عندي، ماي إكس بوي فريند، صديقي السابق، الحبيب القديم، الحب الأولي، واسمه روني سنكلير. هذا أنا أبي يموت، وما بيموت بسرعة، أبي أشوفه يتعذب وينذل ويتم اغتصابه بعدها يموت. وبكذي صار روني سنكلير حبيب مايرا القديم هو الهدف رقم 1 بالقائمة اللي هم حاطينها، طبعا قائمة الجريمة الكاملة. وفعلا راقبوه وقعدوا يلاحقونه من مكان لمكان، لكنهم ما تجرأوا وراحوا وقتلوا. مو لأنهم خايفين أو مترددين، لا، لأن النقاط اللي هم حاطينها ما انطبقت على روني. وكان من أهم الشروط إن ما يكون في رابط أو صلة سابقة أو حالية بينهم وبين الضحية. وهالشيء معناته أن اختيار الضحية لازم يكون عشوائي. وللأسف كانت الضحية الأولى بولين اللي قلت لكم عنها، واللي كان عمرها 16 سنة، اللي كانت راجعة من الديسكو. وبالرغم من نجاح جريمتهم الأولى اللي هي بولين، إلا أن أيان ما كان راضي، مو عاجبه، لأن مايرا خربت كل شيء. لأنها أول شيء ما قالت لأن بولين هذه صديقة أختها الصغيرة. وهم كانت مايرا مسوية مصيبة ثانية، أنها كانت بايقة عقد بولين سلسلتها، وقطع فلوس كانت طايحة من جيب بولين يا مالك الفقر. وهالشيء هم يخالف القوانين بأنهم ما ياخذون أي شيء من مسرح الجريمة. يعني مايرا خربت الدنيا. لكن النشوة والفرح بنجاح الجريمة الأولى طغى على عصبية أيان، مع أنه كان معصب من مايرا لأنها ما اتبعت القوانين، إلا أنه هو كان سعيد بأن جريمته الأولى نجحت. فرجعوا بيت الجدة، بيت جدة مايرا، شبوا النار وقعدوا يشربون وهم مستانسين، وكانوا وايد فرحانين بجريمتهم الأولى، لدرجة أن مايرا بنفس اليوم سألت أيان، قالت له يلا متى نصيد فريستنا الثانية، نبي بعد جريمة. فطالعها أيان كذي وقال لها تي لهالدرجة يعانى؟ فقالت له وهي متحمسة اي نعم، يلا بسرعة خلينا نسوي جريمتنا الثانية. فبطل أيان خريطة مانشستر، حطها قدامهم
وقال لها هني بهالمنطقة أشر على مدينة مانشستر في شخص نايم الحين وهو راح يكون فريستنا الجاية. مسكين أيامه بهالدنيا معدودة، وهالشخص المسكين هذا وهو جون كيلبرايت، وهو طفل عمره 12 سنة من مدينة اسمها أشتون أندرلاين موجودة بمانشستر. كان يشتغل بكشك بعد المدرسة، يخلص من مدرسته يروح يشتغل بهالكشك، يشتغل بياع علشان يطلع له كم فلس بعد المدرسة. وبتاريخ 23 نوفمبر 1963 سوت في مايرا نفس الشيء، وقفت عنده وقالت له قفازي ضايع، دس مالي، دس هالخايس. قالت له ضايع وأبيك تجي الدورة معي. وقال له أيان إذا ساعدتنا راح نعطيك حلاوة وكاكاو، راح نكافئك. المسكين هالطفل هذا على طول رضى وركب وياهم، وهم تكرر نفس السيناريو. ودوه مستنقع سادلورث وتم الاعتداء عليه جنسيا، وبعدها واقتلوه بطريقة بشعة. أول شيء أيان حاول إنه يقتله، لكن سكينته ما كانت حادة، ما قدر يقطع رقبته، فقام وياب حبل وخنق فيه الولد لغاية ما مات. وبعدها حفروا له حفرة بنفس المكان ودفنوه. وبعد اختفاء الولد هذا جون، هني صارت عملية بحث كبيرة شاركوا فيها متطوعين ورجال الشرطة، آلاف الناس، لكن ما لقوا الولد. وبالرغم ان ما حد اشتبه فيهم ولا حد قرب لهم، الا ان هالحملة الواسعة هذه خلتهم وايد حذرين، وما نفذوا جريمتهم الثالثة الا بعد جريمتهم الثانية بسنة، وبالتحديد ب16 يونيو سنة 1964. كان في طفل صغير اسمه كيث بينت وعمره 12 سنة. المسكين هذا كان رايح بيت جدته، فهالاثنين استدرجوه وركبوه معاهم الشاحنة وودوه المستنقع وسووا فيه نفس اللي سووه مع اللي قبله. كانت طريقتهم بالقتل واحدة ومكانهم واحد، وكانوا مستمتعين بهالشيء. بتاريخ 15 أغسطس سنة 1964 مورين أخت مايرا الصغيرة تزوجت واحد اسمه ديفيد سميث. ولأن ديفيد سميث هذا عنده سجل إجرامي، كان مجرم، فمايرا وعائلتها ما كانوا موافقين على هالزواج، لكن بالنهاية تزوجوا رغم اعتراض الأهل. ما أدري الحين مايرا صاحبها دكتور، وهذا هم حيوان مثلها. بعد ما تزوجوا قام أيان وقال حق أخت مايرا وزوجها تعالوا أنا عازمكم، امشوا خل نروح الريف علشان نصيد هناك وناسة نغير جو. وهناك بهالرحلة توثقت العلاقة بين أيان وديفيد، لأن أطباعهم إجرامية، اثنيناتهم مجرمين، فبسرعة صاروا قراب من بعض. وبنفس السنة سنة 1964 تم نقل مايرا وجدتها وأيان من بيتهم القديم بيت الجدة لبيت ثاني. كانت الحكومة مسوية خطة علشان تتخلص من الأحياء الفقيرة، فشالوا كل الناس اللي فيهم ودوهم بيوت يدد. وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1964 بالبوكسينج داي، اللي يتابعون كرة يعرفون شنو البوكسينج داي، خصوصا الدوري الإنجليزي، هذا يكون بنهاية السنة بديسمبر، عيد الصناديق، ويعتبر عطلة رسمية ببريطانيا. وهم كانوا قاعد يتمشون بواحد من الأسواق والدنيا عيد وناسة، شافوا مايرا وأيان طفلة عمرها 10 سنوات واسمها ليزي آن داوني، فعلى طول اخطفوها وودوها بيتهم الجديد. هني بهالفترة صار القتل شيء عادي عند أيان ومايرا، لدرجة أنهم ملوا من القتل، ملوا من أنهم يستدرجون الضحية، يودونها المستنقع، يقتلونها ويدفنونها. كانوا يبون متعة أكثر، وعلشان كذي قرروا أنهم يأخذون الضحية ويودونها البيت هالمرة. كانوا يبونها تقعد عندهم لأطول فترة، كانوا يبون يستمتعون بتعذيبها. علشان كذي قامت مايرا وانقلت جدتهم لبيت واحد من أقاربهم ومنعتها أنها ترجع ذيك الليلة. قالت لها خلك هناك، نامي هناك، ما أبي أشوف ويد في البيت، عندنا شغل. وبكذي فضل لهم الجو بتعذيب هالطفلة المسكينة عمرها 10 سنوات. فسخوها ملابسها، صوروها، اعتدوا عليها جنسيا، لا وسجلوا صوتها، جابوا مسجلة وهم قاعدين يعذبونها، سجلوا صوتها، وسجلوا صوتها حتى وهم قاعدين يقتلونها. أثناء محاكمتهم تم عرض هالشريط قدام الناس، شغلوا، كانوا يسمعون صوت البنت وهي قاعدة تترجاهم، كانت تقول لهم خلوا ملابسي، لا تفسخوني ملابسي، وهي تبكي طبعا، كانت تصرخ تقول أبي أمي. تخيلوا طفلة عمرها 10 سنوات. أنا بعرف شنو من قلب عليهم هذيلا. أما الجزء الأصعب من هالشريط واللي عور قلوب الكل، صوتها وهي روحها قاعدة تطلع، كان من الصوت واضح أنها قاعدة تموت. وثاني يوم بعد ما قتلوها وخلصوا، مايرا أخذت جثتها البنت وودتها هناك المستنقع ودفنتها بحفرة ما كانت عميقة، وحطت ملابسها عند ريولها. وبعد يومين من هالجريمة، بعد احتفال رأس السنة وبسنة 1965، رجعت جدة مايرا البيت مرة ثانية. وبنفس السنة 1965 انتقلت مورين أخت مايرا مع زوجها ديفيد
لبيت قريب من بيت الجدة الجديد بنفس المكان اللي عايشة فيه مايرا، يعني صاروا جيران. هني العلاقة بين أيان وديفيد صارت أقوى، وديفيد صار معجب بأيان، معجب فيه بشكل وايد كبير، لدرجة أن مايرا كانت تغار منه. وأيان هم كان حاب ديفيد، كان يعطي حق ديفيد كتب ويتكلمون مع بعض عن الجرائم، كانوا يسولفونهم يبوقون بنك أو يسوون جرائم مع بعض، كانوا يبسون فريق من زي الفريق عاد. كانت العلاقة بينهم قاعد تكبر لدرجة أن أيان بغى يقول حق ديفيد عن جرائمه، بغى يشاركه معاه بجرائمه. الرجال حبه، استانس عليه، قال هذا لازم يكون معنا بجرائمه. وبتاريخ 6 أكتوبر سنة 1965 مايرا ودت أيان بسيارتها لمحطة سكة الحديد، محطة القطارات، وكانت ناطرته برا المحطة. وبعد دقايق رجع أيان وكان معاه شاب عمره 17 سنة واسمه إدوارد إيفانس. قص عليه داخل المحطة وقال له تعال معي، قال له تعال أشربك خمر وأخليك تمارس الجنس. وقال له مايرا هذه أختي، وهم هناك عادي عندهم. بعدها ركبوا السيارة وودوا له البيت. دخلوا أيان وإدوارد البيت وقعدوا بالصالة وبدأوا يشربون خمر. وبعد شوي طلع أيان وراح حق مايرا وقال لها نادي لي ديفيد زوج بولين. فراحت مايرا على طول وهي ما تقول له لا أي شيء يقول لها تسوي مثل الهبلة. راحت ويابت ديفيد وقالت له انطر بالمطبخ. وديفيد عباله أن أيان قايل له تعال علشان يقعدون يشربون مع بعض. وكلها دقايق إلا وديفيد يسمع صراخ بالصالة، في أحد قاعد يصارخ. شوي إلا مايرا دخلت عليه المطبخ، قالت له ديفيد تعال بسرعة الحقني. وأول ما ديفيد دخل الصالة إلا ويشوف أيان ماسك فاس وتحته واحد عمره 17 سنة قاعد يصارخ بشكل هستيري، مهستر الولد خايف. فقام أيان وطق على راسه أكثر من طقة قدام ديفيد. بعدها أخذ سلك كهرباء وخنق فيه الولد. وانت حين طاقه بفاس تخنقه بعد بتذبحه مرتين. يعني المنظر اللي شافه ديفيد كان وايد بشع، ما تحمله. صدق انه هو مجرم، بس جرائمه سرقة عنف، بس المنظر اللي شافه ما مر عليه بحياته. وخلال عملية القتل هذه أيان ريوله تعورت، جرح ريوله بالغلط. فطلب من ديفيد انه يشيلون جثة الولد ويحطونها بالسيارة ويروحون مع بعض المستنقع علشان يدفنونه. لكن الجثة كانت وايد ثقيلة، فديفيد وصل الجثة لغرفة النوم وقال انه يبي يروح بيته علشان يجيب عربانة صغيرة ويحطون الجثة فيها ويودونها للسيارة. هني تقريبا كانت الساعة 3 الفجر. دخل ديفيد بيته وعلى طول راح الحمام قاعد يستفرغ. هني جات له مورين زوجته اخت مايرا، قالت له ديفيد الصاير ايش فيك؟ هني ديفيد قال لها بكل اللي شافه، كل اللي صار ببيت اختها. قال لها يا ديفيد، قال لها هذيلا مجرمين، هذيلا حيوانات، هذه اختك، خرع عليك انت واختك. فطلبت منه زوجته اللي هي اخت مايرا انه يروح يبلغ الشرطة، وقالت له لا ترجع هناك بيتهم ترى راح يذبحونك، دير بالك. والساعة 6 الصبح طلع ديفيد من البيت وكان بيده سكينة وخايف من أيان، خايف يطلع له بأي وقت يذبحه. كان قاعد يمشي ويتلفت وراح لأقرب كابينة تلفون، وأول ما وصل اتصل بالشرطة وبلغهم بكل اللي شافه. وخلال ساعة وصلوا أفراد الشرطة لبيت أيان أو بيت جدة مايرا. أيان هو اللي محتله. ففتشوا البيت وعلى طول لقوا جثة إيفانس الولد اللي عمره 17 سنة. فتم إلقاء القبض على أيان. هني أيان بالتحقيق قال حق الشرطة أنه هو وإيفانس كانوا قاعدين يشربون وتخانقوا مع بعض وصار بينهم شد وتطور الموضوع وطقه، وأساسا ما كان ناوي يقتله، وإن مايرا ما لها شغل بكل اللي صار. لكن شهادة ديفيد زوج أخت مايرا وإنه هو كان يقعد مع أيان وأيان كان يلمح له بأنه يبي يرتكب جريمة قتل، خلت الشرطة تقتنع بأن الموضوع مو موضوع شجار وتطور ووصل لجريمة قتل، لا الموضوع أكبر من كذي. أيان كان مخطط أنه يقتل هالولد، ومايرا أكيد لها ايد بالموضوع. علشان كذي بعد كم يوم من القاء القبض على أيان تم القاء القبض على مايرا، وتم القاء القبض عليها بتهمة المساعدة بارتكاب جريمة قتل. وبهالأثناء كانت الشرطة قاعدة تفتش بيت جدة مايرا. فتشوا شبر وبواحدة من الغرف لقوا كراسة طالب وكان مكتوب عليها اسم جون كيلبرايد، هذا الولد الصغير اللي الشرطة قاعدة تدور عليه صاير لهم 2 سنين. اللي جاب كراسته أو دفتره ببيت واحد متهم بجريمة قتل. فاستنتجوا ان هذا كان ضحية ثانية حق أيان، وبدت الشكوك تحوم حولهم أكثر وأكثر بأن أيان ومايرا يكونون مسؤولين عن عمليات اختفاء صارت بالسنين اللي طافت. وبعد تحقيقات أكثر اكتشفوا ان أيان عنده صندوق بريد وكان مقفول موجود بواحدة من محطات القطار. ولما فتحوا هالصندوق لقوا فيه شريط وصور حق بنت عارية مفسخة بهالصور. ولما سمعوا الشريط انصدموا، كان
وكانت البنت بهالشريط قاعدة تترجاهم انها تروح حق امها. طبعا عرفتوا الشريط مال منه؟ شريط الطفلة ليزلي آن داوني. ولما سمعوا امها الشريط تعرفت على صوتها وتعرفت على الصور، قالت هي هذه بنتي. ولما نبشوا بماضي هالحيوانات الاثنين اكثر، اكتشفوا ان افضل مكان لهم واكثر مكان يحبونه ويروحون له دائما كان مستنقع سادلورث. راحوا الشرطة بسرعة هناك، سووا حملة تفتيش كبيرة، فلقوا بقايا عظام الطفلة ليزلي وتعرفت أمها على ملابسها اللي كانت مدفونة معاها. وبعد كم يوم لقوا عظام ثانية وكانت ترجع حق الطفل جون كيلبرايت، وهم أمها تعرفت عليه من ملابسه. أخر عليهم ما إيش مسوين بالياهل؟ إيش مسوي لكم الياهل؟ ليش تسوون فيهم كذي؟ حيوانات أنتم. وبكذي الشرطة صار عندهم قناعة تامة بأن أيان ومايرا مسؤولين عن معظم حالات الاختفاء اللي تم الإبلاغ عنها بالسنوات اللي طافت. هم اللي مسؤولين عنهم. فتسربت هالأخبار حق الصحافة وصارت قضية رأي عام، وسموا القضية بجرائم المستنقع. ومحاكمتهم كانت علنية، والرأي العام كله كان مقروب عليهم لدرجة انهم حطوهم داخل قفص من زجاج مقاوم للرصاص. كانوا خايفين ان اي احد ويقتلهم خلال المحاكمة يعني. والمشكلة بالمحاكمة كل واحد فيهم كان يقط التهمة على الثاني، وكل واحد يقول انا بريء، انا ما سويت شيء. لكن اللي طيحهم هو شريط الطفلة ليزلي، لأنه كان صوتهم واضح بالشريط، وكانوا كل الناس يتمنون انه يتم اعدامهم، لانهم ما كانوا متعاطفين لا مع الضحايا ولا مع عائلات الضحايا. كان دمهم بارد ومو هامهم شيء. لكن لسوء الحظ ولحسن حظهم ان عقوبة الاعدام كانت توها من 6 أشهر تم الغائها ببريطانيا، علشان كذي تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد. هذه اقصى عقوبة. وقبل النطق بالحكم قال القاضي حق ايان انت شخص شرير لدرجة ما حد يتخيلها، وتم الحكم عليك بالسجن المؤبد 3 مرات. قول والله يعني قاضي قايل له انت شخص شرير؟ طق بالنعال على راسه، حيوان هذا، انت شخص شرير. سابه يعني ما شو صايرين هذيل، يبوه خلانا علمش شو اسوي فيه. اما مايرا فاعتقد القاضي، ما من وين جايبينها القاضي، انها ممكن تتصلح، ممكن تتعدل، يعني اذا وخرناها عن ايان ممكن انها تتعدل. فحكم عليها بالسجن المؤبد 2 مرتين بس. وهم تمت الشرطة تدور بالمستنقع. خلال السنوات اللي بعدها ظلوا الشرطة يدورون على امل انهم يلاقون جثة بولين وكينيث بنت. قالوا يمكن نلاقيهم، وما تم العثور على رفات بولين إلا بسنة 1987. أما بنت فلليوم ما لقوا مكان جثتها. وبعد 20 سنة وبسنة 1985 اعترفت مايرا أخيرا، وما طول هالفترة بالمحاكمة يقولون نحن أبرياء، لكن حكموا عليهم بالسجن. وبسنة 1985 أخيرا مايرا اعترفت، قالت احنا قتلنا 5 أشخاص. واعترفت مو لله كذي ولا ضميرها مأنبها، لا، كانت تبي عفو. وساعدت الشرطة بأنهم يدورون على أماكن الضحايا، ودوها مرتين للمستنقع علشان تدليهم، لكنها ما قدرت تحدد أماكن الدفن. أما أيان فكان طول الوقت ينكر، يقول أنا ما سويت شيء، وما كان مصدق بالبداية أن مايرا اعترفت. لكن بعد ما سمعوه جزء من شريط مسجل لها وهي قاعدة تعترف، أخيرا قرر أنه يعترف. وتخيلوا أنه اعترف بأنه قتل 5 أشخاص غير المعروفين عند الشرطة، غير اللي احنا نعرفهم. لكن بالتحقيقات ما توصلوا حق أي شيء عن هال5 أشخاص اللي قال عنهم أيان. وأنكرت مايرا أنهم اقتلوا 5 أشخاص ثانيين غير ال5 اللي الشرطة تعرفهم. أنا ما أدري هم يعاندون بعض، حيوانات حتى وانتم بالسجن. وبسنة 1985 تم تشخيص أيان على أنه سايكوباثي، وحولوه لمصحة عقلية وحطوه هناك بغرفة انفرادية، لا يشوف أحد ولا أحد يشوفه. ولا مرة تقدم بطلب عفو أو إطلاق سراح مشروط، بالعكس كان يقول لهم أن أنا المفروض ما أطلع. وأكثر من مرة كان يطلب من الشرطة أو من المستشفى أنهم يخلونه بأنه يقتل نفسه، يطالب بالموت الرحيم، لكنهم كانوا يرفضون طلبه. قالوا له تقعد مثل الكلب وما راح تموت لما الله ياخذك، مو بكيفك، حتى وهو بيموت بكيفه. أما مايرا كانت دائما تطالب بالعفو، وطالبت فيه أكثر من مرة، لكن دائما كانوا يرفضونه، لغاية ما ماتت بسنة 2002 موتة كلب. عاشها مرض بالرئة وماتت بسبتها. وبسنة 2017 مات أيان بالمصحة، هم بسبب مرض رئوي. اثنيناتهم نفس الموت، هم موتة كلب. والله في ناس حرام أصلا أنهم يعيشون بيننا، هذول لازم يعيشون بالغابة مع الوحوش، يقطونهم بين الأسود، يتفاهمون مع بعض. ناس ما في بقلبهم رحمة، ناس حرام نقول عنهم بشر.
أنا ما أدري شلون الواحد يله قلب إنه يذبح طفل، ما أدري شلون الواحد يله قلب إنه يأذي طفل. يبقى حتى لو مو طفل، حتى لو واحد كبير، أنت شلون يلك قلب تأذي بني آدم؟ تخيلوا إن البني آدم طالع من بيتهم على أساس إنه بيقضي يوم حلو، يطلعون له اثنين حيوانات مثل هذيله، ناس ما في بقلوبهم رحمة، ويقررون إنه بياخذونه يغتصبونه ويأذونه ويقتلونه. أنا مستحيل أعطي نصيحة حق ناس مثل هذيله، لأنه ما في مثلهم. مستحيل يكون أي واحد قاعد يسمعني مثل هذيله. أنا بوجه كلامي لكم، أبيكم تديروا بالك مع نفسكم، ما تسمعون كلام أي حد، ما تروحون مع أي حد. لا حد يقول لكم خلنا نوصلكم نعطيكم شغلة، يغرونكم بشغلة تروحون وياه على طول. لا تسوون أي شيء، خصوصا الصغار. أنا قاعد أكلم الصغار اللي قاعد يطالعوني، وأنا أدري إنكم قاعد تطالعوني. لا تسوون أي شيء، ولا تروحون مع أي حد إلا لما تبلغون أهلكم، أمكم وأبوكم، حتى لو تعرفونهم. والله الأيام إحنا صرنا نخاف حتى من الناس اللي إحنا نعرفهم. لكن اللي أبي منكم تديرون بالكم على نفسكم، تسمعون كلام أهاليكم. زين يبا، وسنقة سنقة، ما فيني حيل أقول سناقة حتى. سنوقة سنوقة، سنقنقة سنقنق، سنقنقة سنقلق. قصة طويلة، أتمنى أنكم استمتعتوا فيها. أخذت مني ايش كثر تصوير؟ تقريبا 2.5 أو 3 ساعات. أتمنى القصة عجبتكم، وأتمنى أنكم استانستوا. وأدري إني مقصر شوية هالفترة، بس قاعد أجهز لكم أشياء حلوة. أوكي؟ منو تبون فيهم؟ أي واحد فيهم تبون؟ نيبة نقتله هني. منو ما يانا من زمان؟ سناقة. أنا ليش مسميه سناقة؟ حق الناس اللي ما يدرون، لأن هذا مجرم. شوفوا راسه هني مطقوق، وفي طقة هني طقة هني، وهو مجرم، وهو أساسا مجرم كيوت. اوكي، زنقة. ولهنا وصلنا حق نهاية قصتنا. اتمنى اني وصلتها لكم بطريقة عجبتكم. اذا كنت اول مرة تشوفني لا تنسى اشتراك بالقناة، واذا كنتم من ربع حبايب القدم لا تنسوا اللايك وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل شيء اول باول. وبالنهاية اقول لكم احبكم وايد وايد وايد، يعطيكم الصحة والعافية. كان معكم اخوكم فارس عاشور، مع السلامة. اعطوني لمة سريعة يلا.